شايفين الفيديو ده؟ الفيديو ده لواحدة محجبة محترمة نازلة البحر في فالنسيا في اسبانيا. فالنسيا في اسبانيا في اوروبا، ومحدش كلمها، محدش ضايقها. نقوم احنا نيجي واحنا في مصر ولا في الوطن العربي، واحدة عايزة تنزل بالميول بتاع الحجاب، ويتقال لها ما ينفعش علشان الدريس كود، ولا علشان الهيجين، ولا عشان الكلام الفاضي ده كله، ولا عشان المنظر العام. ازاي؟ ما هو حاجة من الاتنين. لو انت عايز تعمل نفسك متحضر ومتقدم، يبقى المفروض تكون منفتح، والانفتاح تدي كل حد حريته، اللي عايز يلبس يلبس واللي عايز يقلع يقلع. فما تجيش على اللي بتقلع تقول لها اهلا وسهلا، واللي بتلبس وعايزه تغطي نفسها تقول لها لا. ولو انت الناحيه التانيه ضد الدين، دي حوار تاني بقى ده خالص. ده المفروض ده جريمة يعاقب عليها القانون. ده تمييز عنصري بناء على الدين. عندك تمييز عنصري بناء على البشرة، تمييز عنصري بناء على البلد اللي انت جاي منها، العرق، الدين. فالمفروض ده يكون جريمة يعاقب عليها قانون. انا مش عارف ازاي احنا لغاية دلوقتي النهاردة في مصر اماكن، سواء كافيهات، سواء كان مطاعم، سواء كان اي حاجة، او اوتيلات، او اي مكان يمنع حد لابس حجاب انه ينزل وما يتعملوش محضر وجريمة ويخش السجن. ازاي؟ ما هو انت يعني انت انا مش فاهم. المفروض دي جريمه يعاقب انت لو عملت كده هنا في انجلترا، لو عملت كده في اوروبا، هتتحبس وممكن تترفد من شغلك وبلاوي تحصل لك. مش عشان حبهم في الاسلام ولا اي حاجه، لا، ده علشان هنا في حريه. صح، الا بقى لو كان عندك دولة تانية بقى منحرفة متطرفة واخدة موقف من الاسلام. بس في الطابع العام هنا مفيش حاجة اسمها كده. عايز تلبس البس، عايز تقلع تقلع. انت ليك حرية تعمل اللي انت عايزه. فما ينفعش احنا نكون بلد مسلمة، بلد الالف مأذنة اللي فيها الازهر ونخلي الناس عندنا تكبر وتاخد راحتها، ويسميه بقى كوميونيتي سيلكشن ولا دريس كود، ولا يسميه اي مسميات، ويمنع حد محجب انه يخش مكان وينبسط زي بقيه الناس. ده المفروض لو الحكومه بتتفرج، يا ريت يا جماعه ناخد بالنا من الموضوع ده. المفروض ده يكون في نازل قانون. اي اي تمييز بناء على الدين اللي يميز حد ويعامله بطريقه وحشه عشان مسلم او عشان مسيحي او عشان يهودي او عشان ايا كان، المفروض يتحبس. ومفروض دي تكون جريمه يعاقب عليها القانون. انت شخص مثلا معاك واحده لابسه حجاب، او انت واحده لابسه حجاب، وحاجه حصلت زي كده معاكي، المفروض ما تسكتيش. المفروض تطلعي وتبهدلي الدنيا وتفضحي الناس دي تعملي فيديو بقى تبلغي عنهم تعملي لهم محضر في الشرطه، وما تسكتيش. لان المفروض ده ده سلوك مش عايزين نخليه يكبر في المجتمع.